هو يعني ايه كلمة أونطة؟ أونطة دي أصلا كلمة يونانية معناها حيلة أو خدعة. كان في ناس بتقول لأ، أونطة دي أصلا كلمة تركية معناها الإنسان النصاب أو الكسب بطرق غير شرعية. أما طز دي بقى فبتعود للأطراف ومعناها ملح، لأن زمان أيام الدولة العثمانية كان في ضرايب على السلع كلها ما عدا الملح، لأن هما كانوا شايفينه سلعة ملهاش لازمة مش مستاهل يعني نحط عليها ضرايب. لما كان يجي تاجر ويعدي على نقطة تفتيش يوقفوا الحارس ويقول له معاك ايه، يقول له طز، فيقوم معديه. اما بقى انا ما حلتش اللضا، فاللضا ده يا سيدي هو عملة نحاس حمرا كده كان بيت المال مخصصها للفقراء، وكان مكتوب عليها الله ضامن عشان يختصروها بعد كده لللضا. بصراحة انا مش عارفة احنا بناكل الكلام ليه. وكان الفقير من دول يدخل المحل وياخد كل اللي هو محتاجه، ويجي عند الحساب لا مش بيمسح الارض، يقول للتاجر انا ما حلتش الا اللضا، ويطلع العمله ويديها له. يقوم التاجر واخد العمله دي ورايح على بيت المال ومبدلها بفلوس عاديه. بس احنا دلوقتي بقى ما شاء الله بنقول احنا ما حلتناش اللضا، يعني حتى اللضا ما بقاش موجود. دي كانت خلاصه الحكايه، وكل سنه وانتم طيبين.